بعتبر ان يعني مشكل قوي جدا لثقافة الأندلس هو المشكل المغربي، ودي أيادي بيضاء للمغاربة وللأمازيغ على الحضارة الأندلسية. وحضرتك يعني لما نيجي نقول تشكيل الهوية الأندلسية، التشكيل الأقوى أنا في وجهة نظري الأمازيغي. من البدايات خالص طارق بن زياد، ثم توافد الهجرات المغربية وإسهامهم في الحضارة، وفي كتابات كتير في هذا الموضوع، ثم الوجود المرابطي، ثم الإسهام الموحدي لإنقاذ الإسلام، ثم بني برين حتى اللحظات الأخيرة. فلا المغرب طبعا، أو أكيد طبعا هيبقى في نوع من التعصب ضد المغرب، وهيوصم المرابطين ويوصم الموحدين وكل بشتى أنواع الصفات السيئة في الكتابات المتعصبة. حقيقي زي ما بنقول لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، ده ما يمنعش ان احنا لما يخطئوا في شيء بنقول، وكان في كتاباتنا بنقول حصل كذا وحصل كذا. حتى الاندلسيين نفسهم صاروا على المرابطين في اواخر عصر المرابطي، لكن هو دي طبيعة البشرية، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. لكن يعني انا بأحيي الحقيقة النضال المغربي من اجل اذا كانت الاندلس استمرت 8 قرون، يعني ده بفضل على أكتاف المغاربة الحقيقة.